برج العقرب، يا برج العقرب، قلبك جواه جرح كبير جدا، والفيديو ده هيعرفك من ايه. صلى على النبي. برج العقرب مش بيحكي وجعه، مش لانه قوي، بس لانه اتعلم ان مفيش حد هيحس بيه بجد. برج العقرب موجوع قوي قوي قوي. وجع العقرب مش بس في قلبه، وجعه في روحه وفي تعبه اللي محدش بيشوفه. هو البرج اللي بيشيل كتير جواه، ويضحك ويهزر ويعيش كأنه تمام، بس جواه وجع عمره ما نطق بيه. كل طعنة خدت منه حتة من روحه. العقرب بيتوجع لما حد يخونه، بس وجعه الحقيقي لما يكتشف ان وجعه كان من اغلى الناس عنده. هو مش بيسامح بسهولة، مش عشان قاسي، لكن لان كل مرة سامح فيها توجع اكتر. هو حساس جدا، بس محدش بياخد باله. بيخبي تعبه في وش قوي، بس الحقيقة انه بيبين بينه وبين نفسه. بيتكسر كل يوم، بيتعب من الناس اللي بتحسده، اللي بتبصله بنية مش حلوة، اللي بتكرهه من غير سبب. العقرب جواه طاقة روحانية عالية جدا، بيحس بالنية قبل الكلمة، وبيحس بالوجع قبل ما يوصله. كل مرة اتأذى فيها كان عارف جسمه بيتعب. وجعه مش بس نفسي، ما بتوجعش نفسي بس، للأسف ده بيحس بيه في ظهره وفي معدته، في صداع من كتر التفكير. العقرب لما بيتوجع جسمه بيترجم الوجع اللي مش عارف يطلعه كلام. وجعه النفسي بيطلع على وجع جسدي. هو لما بيحب بيعمق قوي في الحب وبيحب بعمق، بس لما بيتخان بيتكسر ببطء. مش بيعمل دوشة، مش بيعيط قدام الناس، لكنه بيسيب المكان ويختفي ويسكت. بس السكات بتاعه ده موجوع جدا. الناس فاكرة ان العقرب غامض ومش واضح، بس الحقيقة ان هو بيحمي نفسه. لما الدنيا بتوجعه اتعلم يخبي قلبه جوه طبقة جامدة، بس جواها طفل طيب جدا حساس، بيتوجع من اقل حاجة، بيشيل فوق طاقته وبيساعد اللي وجعه، وبيفضل يسأل نفسه هو انا ليه دايما اللي بيتوجع. وكل مرة بيقع بيقوم لوحده من تاني، يضحك كأن ما حصلش حاجة، بس جواه ألف وجع. العقرب لما يختفي اعرف ان وجعه وصل للآخر. هو مش بيهرب، بس خلاص وصل لمرحلة بيحتاج فيها ان هو يلم نفسه من وجع الناس. بس عايزة اقولك حاجة، برج العقرب موجوع مش ضعيف، فبلاش تشوف وجعه ضعف، واللي تعبه هيكون سبب قوته. اصبر بس. وعايزة اقولك يا برج العقرب، ربنا شايفك وشايف دموعك اللي نزلت وانت ساكت، وهيعوضك عن كل مرة اتكسرت واتكسر فيها قلبك، وعن كل خذلان انت ملقتش حد جنبك فيه. قوم كده يا عقرب، انت مش مكسور، انت اتعلمت، انت مش مظلوم، انت محمي. وكل اللي وجعك ربنا يخليه سبب في نقلة الحياة انضف وارقى واهدى ليك. ايوه ليك. اصبر شوية، لان بعد الوجع ده في راحة جاية. تستاهلها، تستاهلها جدا. انت مش محتاج تبرر وجعك ولا تشرح احساسك. اللي يعرفك بجد هيحس بيك من غير ما تتكلم. عايزك تقول يا رب من جوه قلبك، واللي جاي ليك احلى بكتير. انت فين؟ خلص الكلام، سلام.